كونيتشوا، ازيكم يا اصحاب؟ اهلا بيكم. كتير سألونا ازاي اني اعمل شخصية 3D ليا عشان ابقى فيتيوب على الموبايل. هل ممكن اعمل حاجة زي دي؟ ممكن، في ابلكيشن بيسمح لنا ان احنا نعمل كده. عايزين تعرفوا؟ يلا بينا خلينا نشوف. اول حاجة هنروح لجوجل ستور عادي وهنكتب عليه فيرويد موبايل، دي النسخة المتاحة منه للموبايل، وهنحمله عادي. هو مساحته مش كبيرة، لو اتفرجتوا على الصور بتاعته هتحسوا ان هو اصلا شبه فيرويد ستوديو اللي كنا بنحمله على البي سي، ولكن ده الاصدار الخاص بالموبايل. البرنامج مدهش جدا ويشغل على كل الموبايلات بكل الاصدارات. بعد كده هنفتح الابليكيشن زي ما احنا فاتحينه حاليا. هو ممكن ياخد منك وقت شوية لانه طبعا هو انت عارفين فيرويد تقيل جدا. دي احد الكاركتر اللي احنا كنا عملناها، سميناها ميكو تشان برضو. شايفين سلاسة الحركة؟ هي كويسة جدا في التعامل. طيب احنا عايزين نعمل شخصية جديدة، هنضغط على العلامة اللي ظهرت قدامنا دلوقتي البلس، وهنختار الكاركتر بتاعتنا. انا اخترت بنت وهبدأ ان انا اعدل عليها. طبعا يعني من العلامات اللي في الجنب تقدر انك تحدد بقى شكل الوش زي ما كنا نعمل فيرويد ستوديو، عينيها عاملة ازاي. طبعا كل الخيارات دي تقدر انك تعدل فيها في اللي هو الخط الشريط ده اللي كل شوية اضغط عليه. العينين مثلا، بؤبؤ العين عايز يبقى شكله عامل ازاي. كذلك برضو ال الشعر، بس لسه هتيجي في الخطوة اللي بعد كده. كل دي حاجات خاصة بالوش ذات نفسه، جفن العين، الحواجب، الحاجات دي كلها انت بقى بتخترع الكاركتر بتاعتك من البداية زي ما كنا بنعمل في التاني. يعني انت لو عملت اي كاركتر من هنا محدش واشتغلت بيها على اليوتيوب، محدش يقدر يقولك مثلا انها الشخصية بتاعته او شبه شخصيته او حقوق طبع ونشر او بقى محملها من مكان وكده. لا، مفيش اي حاجة من دي. فانت مناسب ليك انك تشتغل على البرنامج ده بالموبايل. يعني احنا ممكن نعمل شخصيات 3D عندنا على الموبايل، عادي متاح ليك، بس هو يمكن يكون بطيء شوية او حركته تكون مش سلسة قد كده. بس انت بمجرد ما بتعمل الكاركتر بتاعتك خلاص انت بتحفظها عندك وخلاص كده الامور تمام. يمكن بتعقدك شوية على حسب قوة جهازك، ولكن انا جهازي على الرغم ان امكانياته ضعيفة، يا دوبك 2 رام والمعالج مش قد كده، بس كان شغال كويس يعني نوعا ما. حاسينه هو بيعقد شوية بس تمام عليه في الشغل. كل ده انا عماله اغير في الكاركتر بتاعتي، بوريكم الاشكال بتاعتها وكده. طبعا كنا بنحاول ان احنا نغير الشعر وكده، بس ما اهتمتش قوي بالتغيير لان في حاجه مميزه جدا جدا مش موجوده في فيرويد اللي هو الخاص بالبي سي. خلينا ندخل على الخطوة اللي بعد كده. هنسمي الشخصية بتاعتنا بأي اسم. طبعا لما بنخلص الشغل بتاعها في وشها وكده بنضغط على علامة الصح اللي بتبقى موجودة فوق، ونبدأ ان احنا نسميها الاسم المناسب بتاعنا. انا سميتها ميكو تشان رقم 3 لاني عملت نيو ميكو تشان قبل كده. وبعد ما بنسميها ندخل على المرحلة اللي بعد كده اللي هي المرحلة اللي بتلبسها ملابسها. متاح هنا ملابس بصراحة اكتر من اللي كانت متاحة في رويد ستوديو اللي موجود على البي سي. شايفين الملابس كتيرة بقى، وبتختار لو الاوتفيت بتاعها كامل او عايز انت تقسمه بقى، عايز بنطلون لوحده، عايز تيشيرت لوحده، وهكذا. انا ضغطت على علامه الصح اللي كانت موجوده فوق واخترت اللبس ده وقلت له كل كده. طبعا في حاجات كتيره فري وفي حاجات بفلوس تبع عمله البرنامج. دي بقى بوريكم الملابس اللي موجوده فيها سواء اللي فوق او اللي تحت، وكذلك لو في دريسات، في فساتين، في اكسسوارات، وفي كمان اكسسوارات للايد، في كمان الشراب، في كمان حذاء، كمان احذيه. كل ده بتقدر انك تتحكم فيه من البرنامج. دي اهم حاجه كانت عندي في البرنامج. خلينا دلوقتي نروح للخطوه الاهم وهي نختار لها باك جراوند عشان تظهر وراها. مش عارفه ده كان متاح في فيرويد اللي كان موجود في البي سي ولا لا، ولكن دي حاجه كويسه. اخترت لها كاركتر. مش بس كده، شوفوا اللي هيحصل. انا في عندي اسهم حركه في الجنب ناحيه الشمال لو انتوا واخدين بالكم. انا اخترت مش باك جراوند بس، ده بيت بتاعها بالكامل بتحرك فيه زي ما انا عايزه. فتخيلوا انت ممكن تعمل يعني تعمل مسجل شاشه وتبدا تتكلم وتتحرك جوه بيتك وتعمل احداث وتمشي ببيتك رايح جاي. اتفرجوا كمان على الرياكشنز والحاجات اللي هتشوفوها كمان شويه. هي دلوقتي دخلت في الحديقه بتاعه بيتها او في الاستجمام بتاع بيتها، وكمان بامكانها تقعد على اي ديسك موجود جنبيها. تقدروا من خلال الزراير اللي بتبقى متاحه جنب اي ديسك تقدروا تقعدوا. انا حاليا كنت بحاول اخليها تنتحر بس ما لقيتش يعني. بمجرد ما بتروحوا ناحيه اي ديسك بيجيلكوا علامه كده انك تقعدوا عليه. انا اهي ظهرت اهي، هي دي اللي جنبيها، ضغطت عليها وقعدت عليه. ومن هنا بقى تقدر انك تعمل محتواك بكل بساطه. شوفوا بقى اللي هيظهر، الاوبشنات اللي هتظهر لي تحت اهي. شايفين حركات كتيره جدا تقدروا تتحكموا فيها وتعملوا محتواكم بقى وتتكلموا كويس. وشايفين سلاسه الحركه كويسه جدا. انا بقول لكم ان انا موبايلي ضعيف حقيقي ولكن شغال كويس جدا.
شوفوا كل الرياكشنات دي كتير جدا جدا جدا، يعني تقدروا تتكلموا، حتى مش هنقول ان حركة البق بتاعتها ماشية معاكم، ولكن هي شخصية افتراضية تقدروا تعتمدوا عليها في حاجات كتيرة في محتواكم. بصراحة انا معجبة بيها جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا ان انا لقيت حاجة للموبايل تكون متاحة بالطريقة دي. عشان خاطر اللي على البي سي التعامل بصراحة مع فيرود اللي على البي سي بيكون تقيل، فما بالك على الموبايل. كنت متخيلة ان التجربة هتكون فظيعة قوي، بس طلعت كويسة جدا، والامكانيات المتاحة فيه سيمبل شوية. يمكن الحاجات دي موجودة في فيرويد اللي على البي سي، ولكن هو عشان هو معقد شوية فأنا ما لقيتهاش. بس بالنسبة للموبايل لا، كل حاجة كانت سهلة جدا يعني. بس كده، اتمنى يعني بصراحة التجربة تكون عجبتكم، واستخدام الشخصية دي تقدروا تعملوا شخصيات زي ما انتوا عايزين. تقدروا تحملوها عندكم وتاخدوا لها سكرين وتصوروها وتعملوا لها اي حاجات كتيرة عندكم على الموبايل. انتوا حرين، دي الشخصية بتاعتكم ولكم حرية الاختيار فيها. محدش ليه اي حاجة عندكم خالص، ولا حد اخدها من حاجة ولا اي حاجة. نلتقي في فيديو جديد، مع السلامة، سايونارا.